يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب، يمكن أول رمضان بكرة أو بعد الله أعلم. طبعا رمضان يعني حلويات. النهاردة حبيت أعمل لكم الجلاش بالقشطة بأسهل وأبسط طريقة، علشان في متابعة بعتت لي قالت لي أنا عايزة أعرف بينحشي قبل من السوا ولا بعد السوا. تكات وتفاصيل علشان نجاح الوصفة معاكي إن شاء الله بمشيئة الله. فتابعي الفيديو للنهاية علشان توصلي لأحلى نتيجة. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم مشاهدين محترمين، لايك وشير وسبسكرايب لوصفة مميزة. أتمنى يا جماعة تشيروا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعمل فايدة للجميع. وأتمنى تتابعوني على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاع الصفحة على أول تعليم مثبت، وهسيبه لكم برضه صندوق الوصف. يلا بينا. مبدئيا هنعمل الشربات الأول علشان احنا عايزينه بارد. معايا كوباية ونص من السكر، عليها كوباية وربع من المية، عليها عصير يعني نص ليمونة. وبعد كده هنرفع الكلام ده يغلي، هتحسبي له بعد الغليان بالظبط 10 دقايق يا ست الكل، وهنسيبه يبرد. ونروح للجلاش بتاعنا. معايا لف الجلاش بتعادل نص كيلو. مبدئيا يا جماعة أنا مريضة شوية، يعني اعذروني مش قادرة أتكلم، فيعني اعذروني بقى. بعد كده زي ما انتم شايفين انا جايباها، طبعا يفضل ان انت تجيبيها مش اللي هو مغلف، يعني من عند اللي بتبقى بتاع الكنافه والكلام ده، عشان بتبقى حلوه، مش بتبقى مقطعه ولا اي حاجه خالص. ومعايا حوالي نص كوبايه من السمنه، ممكن تمزجي سمنه مع زيت مفيش مشكله خالص. بعد كده معايا صينيه مقاس 30 في 35، وهبدا ادهن. اهم حاجه مش المقاس الصينيه، ان انت الحواف بتاع الصينيه يكون متغلفه كمان بالجلاش، علشان القشطه يا ست الكل ما تطلعش من الجلاش، لأن القشطة لو لمست الصينية هتنحرق في الفرن. دي تكاية مهمة جدا علشان الجلاش بالقشطة ينجح معاك يا ست الكل. شايفين؟ تقيسي بس الجلاش على قد الصينية، يكون الجلاش أكبر من الصينية بشوية، أو تسحبي الورقة كده، تسحبيها بنسبة يعني مقام سنتي لكل جنب. زي ما انت شايفة طبعا هي الصورة خير دليل. وطبعا الجلاش بالقشطة ده أنا عملت جلاش كتير، مش بورق ولا حاجة، بحطه كله، لكن في ده بالذات لازم أحط يعني ورقة بورقة كده وادهن بينها، لان طبعا احنا هنحط في النص القشطه زي ما انتوا عارفين. زي ما انت شايفه كده بدهن. ايه اهم حاجه؟ الورقه كلها، مش كميه السمنه او السمنه على زيت اللي انت حطاها. اهم حاجه ان الورقه كلها تتغلي في ست الكل بالسمنه، مش المهم في كترها، يعني ممكن تقليلي مفيش مشكله. وبعد كده حطيت نص الكميه وهسيبها على جنب، ونروح نعمل القشطه بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من القشطه بيعادلوا 600 جرام، عليهم معلقه من السكر، عليهم 3 معالق من النشا، لأ معلقتين من النشا قصدي، عليهم معلقتين كمان من سميد البسبوسة. أقول تاني، 3 كوبايات من الحليب، عليهم معلقتين من النشا، عليهم معلقتين من سميد البسبوسة، عليهم معلقة من السكر يا ست الكل. ممكن تكتري السكر أكتر لو انت حابة، بس أنا شايفة إن كده مظبوط، لأن الشربات برضو بيجي عليه. وبعد كده هنحط عليها باكت من الفانيليا، وهندوب الكلام ده كله على البارد الأول. وبعد كده هنرفعه على النار مع التقليب المستمر. معلش يا جماعة أنا آسفة. مع التقليب المستمر. اعذروني بقى، خلاص أنا إيه لسه إحنا ما صمناش عشان أقول اعذروني عشان أنا صايمة. بعد كده تقليب مستمر زي ما انتم شايفين كده لحد ما تغلي معاكي. القوام بتاعها مش بيبقى تقيل قوي، قوام حلو قوي يا جماعة، مش ان هو تقيل يبقى محجر معاكي، قوام مظبوط بنسبة 100%. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ بعد كده هسيبها تهدى بس 5 دقايق، مش اكتر من كده علشان ما تجمدش قوي. تهدى بس كده 5 دقايق، وبعد كده هصبها على نص الجلاش اللي انا حطيته في الصينية. بعد كده زي ما انت شايفة كده، أهم حاجة اوعي تروحي للحواف في الصينية. ده تكات أنا بقولها لك بصراحة وبكل أمانة، علشان صينية الجلاش بالقشطة تنجح معاكي. ومش كمان القشطة قوامها مظبوط 100%، مش بقى جامدة محجرة كده تيجي بقى جامدة زي اللي احنا بنشتريها، لأ، قوام مظبوط جدا حتى لو قعدت يوم واتنين معاكي. شايفين أنا بظبط بالمعلقة اهو، بحيث إن أنا طبعا أنا رافعة يعني من كل جنب حوالي سنتي، فأنا ضامنة إن هي مش هتيجي خالص على الصينية. بعد كده يا ست الكل هاسيبها حوالي يعني شوية كده لحد بس ايه ما القشطة تتشمع معايا، بحيث ان انا احط صباعي كده ما تلزقش، يعني حوالي 5 دقايق او 10 دقايق كده. وبعد كده احط النص التاني بالجلاش، بقعد اقفل عليها زي ما انت شايفة اهو، بس مش بضغط طبعا. هحط برضو ما بين كل ورقة وورقة دهنة من السمنة.
وبعد كده بندهن الورقة ورقة زي ما أنتِ شايفة طبعًا بتدهني بحذر علشان الجلاشة الأولانية اللي هي ملامسة للقشطة دي ما تتقطعش منِّك. طيب في حد تساؤل برضه حد هيقول لي طب أنتِ بتحطي سميد البسبوسة ليه؟ هاقول لِك يا ست الكل أنا باحط المعلقتين سميد البسبوسة دول علشان يدّوا قوام القشطة ما يبقاش إيه محجّر معاكِ، ما تبقاش جامدة كده ومحتحتة معاكِ، تدّيها قوام انسيابي، تبقى طرية، علشان كده أنا باحط معلقتين سميد البسبوسة. أنا باحب أجاوب على التساؤلات اللي ممكن تيجي في دماغكم يا ست الكل، علشان تبقوا معايا كده في الصورة. بعد كده لو في جلاشة والّا حاجة مقطّعة ممكن تحطيها عادي بين الطبقات، بس أهم حاجة أول ورقة تكون سليمة وآخر ورقة من فوق خالص تكون سليمة، علشان دي اللي هتدّيكِ الشكل بتاع الجلاش يعني مهندم كده. بعد كده أمّا خلّصت طبعًا أنا رافعة في الجنب كده بابدأ إيه أطويه قبل ما أحط الورقة الفوقانية خالص، علشان برضه تدّيني شكل حلو. أهو شايفين بابدأ أتني الجناب كده علشان أمّا أحط الورقة الأولانية ما تبقاش إيه، تبقى يعني مضبوطة معايا. بعد كده بعد ما خلّصته هادخّله التلاجة بس ربع ساعة، ليه؟ علشان لمّا آجي أقطّعه يتقطّع معايا ما يبقاش القشطة تطلع في التقطيع، فلازم بعد ما تخلّصيه تدخّليه التلاجة بس ربع ساعة، وبعد كده تطلّعيه تقطّعيه، وأنتِ بتقطّعي يا ست الكل خلّي بالِك من حاجة، السكينة تبقى مرفوعة لفوق زي ما أنا رافعاها كده، ليه؟ علشان أنتِ لو نزّلتِ السكينة كده يعني بطولها كلّه الحشوة هتطلع منِّك، وأنتِ بتقطّعي كده لازم تقطّعي بحذر يا ست الكل، وبطرف السكينة بس والسكينة مرفوعة لفوق زي ما أنا عاملة كده يا ست الكل. أنا والله باقول لِك على الصغيّرة قبل الكبيرة علشان تتجنّبي أي خطأ يحصل. بعد كده لمّا أقطّعها أدخّلها لدرجة حرارة 160، 160 دي يعني هادية، أحطها في الرف اللي في النُص هتاخد معاكِ من 35 دقيقة ل45 دقيقة. بعد كده الشربات كان بِرِد معايا، بعد كده باسقيها بالشربات زي ما أنتِ شايفة كده. لو قعدت يوم أو 2 أو 3 القشطة اللي فيها مش بتحجّر وتجمد أبدًا زي اللي بنشتريها، علشان أنا حطيت المعلقتين سميد البسبوسة دي وجرّبي فعلًا وهتدعي لي. سهلة جدًا وسريعة لإن في واحدة متابعة جميلة بعتت لي وقالت لي: "أنا مش عارفة عايزة أعمل جلاش بالقشطة." بتسألني بينحشي قبل والّا بعد، يعني بعد السِوَى والّا قبله؟ أنا بيتحشي يا ست الكل قبل السِوَى، وبعد كده ممكن تعملي وصفة تاني برضه تنحشي بعد السِوَى ما فيش مشكلة خالص. شايفين؟ في الوقت ده طبعًا متماسك مع إن لسه سخن، يعني أنا سِبته بس 5 دقايق يهدى وبدأت أطلّعه زي ما أنتِ شايفة كده، القشطة متماسكة زي ما هي من جوّه مش طالعة ولا أي حاجة خالص، ما شاء الله عليه طعمه تحفة، تحفة، تحفة. طبعًا أنا هاستنى منِّك كومنت لمّا تعمليه وترجعي تاني تقولي رأيِك فيه، أنا واثقة إنه هيعجبِك جدًا، شايفين؟ وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعًا.